الفنانة المصرية رانيا يوسف قلبت الجزائر في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي مهرجان عنابة 2026. كواليس ما وراء الستار لمهرجان عنابة. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. انطلقت الدورة السادسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي 2026، وكان الحضور كان متميز جدا جدا، وكانت مصر من أول البلدان في المقدمة بالفنانات المصريات، منهم إلهام شاهين وعايدة رياض، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا، ونجمات كتير جدا مصريات، رانيا فريد شوقي وسلوى محمد عثمان، وآخرهم إلهام شاهين اللي قلبت السوشيال ميديا وقلبت الجزائر. لأول مرة إلهام شاهين تحضر مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، وكان حضور، وكان يعني كان لباس مميز جدا جدا جدا، وكان حضور لائق جدا جدا. والأول مرة لرانيا يوسف تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إن رانيا دايما مثيرة للجدل بلبسها، إنما المرة دي كان زي محتشم ولباس تقليدي جزائري كان رائع الصراحة. تصدرت الترند هي وزوجها على السجادة الحمراء. أشعلت السوشيال ميديا، الكل ما كانش متخيل إن دي رانيا يوسف في قلب الجزائر ومع الجزائريين. وكان استقبالها وكان استقبالهم للفنانات المصريات كان استقبال حافل الصراحة، وكان استقبال أسطوري جدا جدا. المهرجان السنة دي فعلا كان مهرجان بيقدر جميع الفنانات قيمة وقامة. جزائريين كتير جدا جدا اتكرموا داخل مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. طبعا حضراتكم يعني بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الفساتين واللباس التقليدي والعادات الجزائرية، كانت في أفلام اتعرضت في المهرجان، أفلام تقيلة جدا وأفلام ناجحة جدا بجد، قلبت الدنيا الأفلام دي. وكمان كان في حضور لائق جدا جدا للفنانات والفنانين الجزائريين اللي بجد قيمة وقامة، ربنا يحميهم يا رب. اللهم امين يا رب. هستنى تعليقاتكم اسفل الفيديو. مع السلامة.